مرحبا بكم اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وإن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بخير. رجعت معكم اليوم إن شاء الله بفيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نبارطاجي معكم دبارة رمضان إن شاء الله يا ربي. اليوم عندنا إن شاء الله في دبارة رمضان خبز الدار الفيوة بنفس العجينة زاد عملنا منها كما قاعدين تشوفوا. خبز محشي بنينة برشا بحشوة زادة بنينة برشا حاجة سهلة وروعة. عندنا زاد إن شاء الله باش نحضر معكم الا تيراميسو شوكولا وزيد ان شاء الله باش نحضر معكم كيكه الا الدروح هذيا باش تجي حاجه بنينه وسهله في فطور في السحور سامحوني. دونك كيما قاعدين نشوفوا فيها هكا طريه حاجه بنينه. دونك ما نطولش عليكم برشا ويلا نبدو في الدبرة اليوم مع بعضنا. واول حاجه باش نبدو بها في دبرة اليوم هي العجينه. دونك هنا عندي 500 غرام فرينه، كيس ماء دافي، كيس حليب دافي، مغرفه من خميره الحلويات سامحوني خميره الخبز. عندي زاده مغرفتين زبده ذايبين وعندي بيضه وعندي شويه ملح. دونك اول حاجه باش ناخذ هي الفرينه متاعنا وبالطبيعه زاده الخميره نصب عليها تقريبا هكا 3 مغارف من الماء ونخلوها هكا تتخمر تقريبا لمدة 5 دقائق. دونك لهنا باش نحطو الفرينة باش نزيدو عليها مغرفة الملح، مغرفة صغيرونة متاع ملح نحطوها كنبعدوها شوية من بعد ما نحطوهاش بجانب الخميرة. نزيدو البيضة، نزيدو الزبدة، ونزيدو زادا كاس الحليب. كاس الحليب نصبوه الكله من بعد الماء باش نزيدو نصبو منه شوية ونبدو من بعد نزيدو بشوي بشوي الماء على حسب الفرينة متاعنا. وتوا دوك نزيدو الخميرة. ديجا الغوسيت هذه بارطاجيتها معكم اخر فيديو تلقوه في القناة. هي الغوسيت نتاع الخبز هذا عملته بزوز اشكال. دونك حاجه زاده ننصحكم تجربوها البنات خاطر الحق حاجه الوصفه هذه راهي حاجه بنينه وحاجه سهله وسختو انها ناجحه 100%. دونك لهنا كيف ما قاعدين تشوفوا بديت نسيي نعجن في العجينه لهنا ونزيد في الماء بتاعي بشويه بشويه. دونك لهنا البنات انا عملت بالغوبو وانتم كيف ما تحبوا تنجموا تعملوا تعجنوا بيديكم والا بالغوبو كيفي. ونبقوا نعجنوا فيها تقريبا لمدة 8 دقائق بالروبو. وبالطبيعة البديت كنا باش بيديكم تاخذ أكثر من وقت. هنا كيما قاعدين تشوفوا دونك الصايي العجينة متاعنا حضرت. توا باش نخليها لهنا تخمر في ديجا في هذه في البول متاع الغوبو خاطر ماهيش باش نستحقوا من بعد. دونك هنا غطيتها ببلاستيك غذائي ونحط عليها كمنديله ونخليها تقريبا لمدة ساعة تتخمر. وتوا نتعدوا للحشوة. الحشوة هذه البنات زاد جربوها بالديتاي بالضبط كيف ما قلت لكم واكيد راي البنات باش ديما تعتمدوها. دونك لهنا كما تشوفوا عندي عندي بصلة، عندي كعبة طماطم كبيرة، عندي زادة كعبة فلفل حلو بافغون. دونك قسيتهم 3 كما قاعدين تشوفوا فيهم. عملت عليهم مغرفتين تقريبا من الزيت وباش نبدا نذبل فيهم حتىش انه يسيي يذبلوا الكل. هنا كما قاعدين تشوفوا دونك ديجا نذبل فيهم بالزيت ومن بعد نزيدهم تقريبا نصف كيس من الماء حتى شك من بعد يبدو سي معنا تذبلوا نتحصلوا على النتيجة هذه كما قاعدين تشوفوا البنات. هنا من بعد باش نخلي الخليط متاعي يبرد تماما 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 البنات لانه باش من بعد كي نحطوه في العجينة ما سيحاش. وفيما العجينة متاعنا تخمرت وبرد الصوص اللي حضرناه دونك باش نتعدو نحضر مع بعضنا الديسير متاع اليوم واللي هو تيراميسو. دونك لهنا البنات في المكونات عندي لهنا بسكوي سبيكيلوس، عندي قهوة، عندي زاد 50 غرام شوكولا زدت عليها 3 مغارف من الحليب وذوبتهم في الميكرووند. لهنا عندي 200 غرام البنات من المسكربون زدت عليها 150 مليلتر من كريمة الخفق. ولهنا البنات زدت عليه تقريبا حتى هي 100 مليلتر من كريم انجليز كما قاعدين تشوفوا. دونك باش نحركهم الكل مع بعضهم. البنات اذا كان ما عندكمش كريم انجليز تنجموا تعوضوها بالسكر غلاس، تنجموا تعملوا في بلاصتها مغرفتين من سكر غلاس. ولكن جربوها البنات بالكريم انجليز يجي بنين برشا تيراميسو. هنا دوك باش نبدا نحرك فيهم الكل مع بعض ما نسيسو سينو باش الكريم متاعنا باش تتنطر في الكوجينه الكل. دونك لهنا نسيسو بشوي بشوي ونحركوها بالبي حتى شكل نتحصلوا على كريمه كما قاعدين تشوفوا فيها تكون هكا خفيفه. لهنا دوك باش نبدو نحضروا في التيراميسو. اول حاجه ناخذ نحطوا الكريمه
كيما تشوفوا فيها البنات غسيت سهلة برشا بدون بيض. الحق أنا تقريبا ما عمري ما عملت تيراميسو بالبيض، ديما نعمل فيه بالطريقة هذه. حاجة الحق يعطيني ديما ريزلتا بنينة برشا. دونك انا منحبش البيض كي يكون ني. دونك لهنا ناخذ البسكوي متاعنا ونغطسو بالباقي في القهوة، ومن بعد نحطو هكا كيما تشوفوا. لهنا البنات اذا كان مش موجود عندكم سبيكيلوس تنجموا تعملوا بسكوي عادي. ومن بعد نزيدو طبقة أخرى من الكريمة، ومن بعد نجو نعملو الشوكولا. وتوا باش نزيدو نعاودو مرة أخرى باش ناخدو البسكوي متاعنا ونغطسوه في القهوة. لهنا نردو بينا ما نفخوهاش برشا باش من بعد ما تكونش عندنا برشا قهوة بزيت في وسط التيراميسو ما يكونش بنين برشا. دونك من بعد باش نحطو الكريمة. دونك لهنا باش نكمل ديجا الكعبة الثانية الفرين الثاني نعملها البسكوي، ومن بعد باش نزيد الطبقة متاع الكريمة، ومن بعد باش تكون الشوكولا، ومن بعد اخر حاجة طبقة كريمة، وفي الاخر بالكل باش نزيد هكا الكاكاو من باش نحطو نزين بيه في الاخر من الفوق، وباش نخليه 4 سوايع اقل حاجة 4 سوايع في الفريجيدير. وتوا سي نرجعو العجينه متاعنا البنات. لهنا حضرت البلاتو لهنا باش ناخذ العجينه متاعنا ما شاء الله كيما قاعدين تشوفوا فيها كيفاش هكا تضاعف الحجم متاعها بالباهي. دونك باش نحطها على التابي اللي باش نخدمها عليها. كما تشوفوا فيها البنات هكا العجينه ديما نحب نقلب العجينه كي تكون تتلصق شويه لانها ديما تعطي النتيجه احسن في من بعد كتيب. لهنا نزيدو هكا شويه فرينه كل مره كان نغطسو يدينا في الفرينه بشوي باش هكا ما تلصقش برشا. لهنا جوست نفرغ منها الهواء هكا جوست نعاود نزيد نخدمها شويه ونفرغ منها الهواء فقط البنات. نزيدو هكا نخدموها شويه. وتوا البنات دونك باش نقسمها لهنا كيف ما قلت لكم بالعجينه هذه عملت خبز. هي الوصفه متاع الخبزة الدار، ولكن انا عملت هكا زدت عملتها فارسي. دوك لهنا باش نقسمها على 2. الشطر الاول باش نعمل به الخبز هكا اللي باش ناكلو به الشوربه والسلايت، والنصف الثاني باش نعمل هو الخبز المحشي. دوك لهنا دونك باش نقسمها تقريبا 5 6 خبيزات صغيرات. كيف ما تشوفي مازمش تكون كبيره برشا او في نفس الوقت باش هذيك تكون ما تكونش صغرونه. دونك لهنا كيما قاعدين تشوفوا شوفوا معايا البنات لهنا او هكا نزيد شوفوا بالضبط كيفاش نلمها العجينه متاعي باش من بعد راهي باش تجيكم هكا يدخل فيها باش من بعد كي يدخل فيها الهواء وزيد تجي هكا تطلع بالباهي كيف ما تشوفوا البنات لهنا. ونشكلها بالباهي في شكل دائرة ونخليها ترتاح. نكمل البقية. دونك ديما نستعمل شوية فرينة خاطر العجينة متاعي تتلصق البنات. دونك وين بالعاني ديما نحبها تتلصق خاطر باش من بعد تعطي نتيجة مزيانة. دونك لهنا شوفوا معايا كيفاش كان نروليها والا نلمدها هكا من تحت، ومن بعد صايي باش نحط حتى هي في البلاتو وباش نغطيها من بعد البنات وباش نخليهم زادة يخمروا تقريبا لمدة 15 دقيقة مرة أخرى. لهنا باش نتعدوا بالنسبة للحشوة متاعنا. لهنا عندي هذا الفلفل والبصل والطماطم البنات، عندي شوية هريسة شوية تون شوية زيتون مع شوية جبن. دونك بطبيعة زادة ما ننسوش الملح. ولهنا باش نخلطهم الكل مع بعضهم كما تشوفوا. دونك نخلطهم لهنا بالباهي. ثم البنات ننصحكم ثم شكون يحط هكا بيضة والا عظمة هكا باش يلم بها الخليط. هذيك البنات ما تعملوهاش خاطر من بعد باش تخرج لك باش تخلي الخليط والا الحشوه تخرج من بعد من العجينه. دونك ما ننصحكمش به العظمه اللي باش تلموا بها الخليط ديجا هو هكاك بالطريقه هذه يتلم بكل سهوله. دونك لهنا شوفوا هنا خديت بالنسبه للخبيزات عملت حجم اقل برشا من الخبز العادي. كما تشوفوا خديت كويرات صغار صغار حليتهم كيف ما كنتوا تشوفوا في الفيديو هكا بشويه في وسط هكا. ما انا حليتهم جست بايدي مستحقيتش البنات قلقال.
شوفوا معايا. ومن بعد باش نسكرها لهنا ناخذ الجنب ونجبدوه البنات بالباهي، ومن بعد نبدو نسكرو. شوفوا معايا، دونك ناخذ الجنب هذاك نجبدوه هكا بالباهي بالطول كما تشوفوا بالضبط ونلموها. دونك نوسعوا بالنا لهنا البنات. اذا كان حسيتوها ما تحبش هكا تتلم ولا ولات هكا الصوص المس العجينه ولات معنا تتزلفت ولا حاجه، جوست حطوا ايديكم في الفرينه وسكروها راهي ترجع تتسكر بالباهي. شوفوا معايا، دونك ديما نلموها بالباهي بالباهي باش من بعد ما تتحلش في وسط الفور. كيف ما تشوفوا هكا ديما نخدموا نعاونوها بشويه فرينه ونشكلوها في شكل دائره مزيانه ونحطوها في البلاتو. لهنا صاي البنات بعد خليتهم شكلتهم الكل وخليتهم يرتاحوا حتى هما تقريبا 5 دقائق مش برشا. دهنتهم باصفر بيضة معهم غرفة متاع حليب، ولهنا زينت من فوق بشوية بافون. دوك تنجموا تعملوا جلجلين والا اللي تحبوا. هذوما لهنا البنات دوك الا خبيزات متاعنا اللي هنا حتى خليتهم تخمروا بالباهي، ومن بعد عملت عليهم شوية زريعة متاع الخبز ودخلتهم حتى هما للفور. وتوا باش نتعدوا مع بعضنا للسحور واللي هو دونك كيك متاع الذرع. لهنا البنات عندي كاسين من الذرع، كاس فرينة، نصف كاس زيت، كاس حليب، كاس سكر، عندي 4 بيضات، وعندي واحدة سكر فانيلا، وواحدة خميرة الحلويات. دونك لهنا باش ناخذوا البيض ونزيدوا عليه السكر وسكر الفانيلا وباش نركضوهم مع بعضهم حتى يتضاعف الحجم متاعها. لهنا البنات بالطبيعة اذا كان ما عندكمش هذايا الفوي الكتريك راه تنجموا تخدموا عادي بايديكم. فقط جوست هكا تذوبوا السكر بالباهي مع في وسط البيض. لهنا البنات زاد ما تنسوش ان الفرن متاعنا ان نحطوه يسخن على 180 درجه. لهنا صايب بعد لا تعرف الحجم متاع البيض والسكر، دوك باش نبدا نزيد عليهم الزيت وفي نفس الوقت ان لهنا هكا كما تشوفوا نحرك بالباهي. من بعد باش نزيدوا الكاس الحليب. لأن زاد البنات بالنسبة لفرينة الذرع والا أنا استعملت البنات الذرع بالفاكهة خذيته من تونس، دونك موجود لهنا حتى في فرنسا والا نتصور حتى في بقية الدول الأوروبية تنجم تلقاو الذرع في عند التوانسة والا زاد عند الأتراك. لهنا بالنسبة للفرينة كما قاعدين تشوفوا نزيد فيها بشوية بشوية تقريبا 3-4 مرات ونخلط في نفس الوقت. بطبيعة زاد البنات الفرينة متاعنا لازمها تكون مغربلة. وتوا صايب بعد حطيت الفرينة باش نبدا نزيد في الذرة حتى هو بشوية بشوية كما تشوفوا نسيسو. نزيدو الذرة في نفس الوقت نبقو هكا نحركو بالباه. لهنا صاي البنات بعد حطيت الكمية متاعي الكل. هنا شوفوا القوام اللي لازم نتحصل عليه البنات ما يلزمش تكون عاقدة راهي خاطر من بعد باش تجينا شايحة برشا. دونك كيما هكا كما تشوفوا تكون هكا تكون هكا كيف ما شفت القوام تاعها خفيف شويه البنات. دونك اخر حاجه باش نزيدو هي خميره الا الحلويات. لهنا ناخذ ساشيه ونحركوها بالباهي زاده. دونك لهنا خذيت لي بلاطو اللي باش نطيب فيه ودهنته هكا بشويه زبده. دونك وحطيت الا الخليط نتاعنا والا الميلونج نتاع الكيك الكل لهنا كيما تشوفوا. ومن بعد باش تزينوها بالفاكهة. دونك اذا كانت حابه تزينوا من فوق بالفاكهة والا زادت تنجموا تخلوها ناتشورال البنات على حسب الذوق نتاعكم. انا هنا ما هكا عملت شويه لوز شويه نوازيت مع شويه الجوزه. دونك كل واحد كيفاش ينجم كل واحد وكيفاش يحب يعملها. وتوا صايي البنات باش نبدا نحضروا في طاولة الفطور. مازال 30 دقيقة على الفطور. دونك صايي لهنا باش نبدا نحضروها باش نحطوا لصحنا باش نحطوا الكيسين اللي نستحقوها الكل.
لهنا شوفوا معايا سايق الخبيزات متاعنا حضروا وخرجتهم من الفور وحطيتهم على الطاولة كيما تشوفوا البنات المنظر متاعهم كيفاش مزيان. نودكم ولا نشهيكم اكيد البنات تجربوه. لهنا زاد الخبيزات المحشيات زاد حطوهم حضروا. وكما قاعدين تشوفوا لهنا صايي طاولة الفطور صايي حاضرة وقاية فطور. لهنا شوفوا معايا الخبز متاعنا كيفاش يكون اتري والمنظر متاعو مزيان البنات. لهنا بو عندنا سلطة مشوية عندنا زاد الخبيزات حتى هما يجو تريين برشا دونك بالطبيعة البريك ما ننساوش ديما موجود على الطاولة في رمضان. شوفوا معايا البنات لهنا كيفاش العجينة تكون خفيفة هشيشة وفي نفس الوقت بنينة برشا. لهنا عندنا الشوربة وعندنا سلطة خضرا زاد سلطة مشوية وعندنا هنا التيراميسو متاعنا البنات صايي احضر. وبالطبيعة زاد ما ننساوش الكيك متاع الذرة حتى هو صايي البنات احضر. وتقريبا بالنسبة للتوقيت البنات دخلت 180 درجة لمدة 45 دقيقة بالضبط البنات. توا صايي كملت الفيديو متاعي وما بقى كان باش نقول لكم بسلام.